اهلا بكم يا جماعه، معاكم محمد حسن شتاين. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد ومميز جدا، وهو موضوع حبيب جدا الى قلبي، وهو فن التمثيل. التمثيل ده فن من الفنون الرهيبه جدا وجميله جدا، اللي بيتنم عن ان الانسان بشكل عام او ممثل، يعني الممثل ده لازم يكون من احد الشروط تمثيله وجوده تمثيله الجيده ان هو يكون بيعرف يعبر عن المشاعر، بيعرف يعبر عن الشخصيات اللي هو ايه بيتقمص دورها. وعشان يكون التمثيل ده تمثيل ايجابي وتمثيل وتمثيل يعني يكون فعال وكده، لازم يكون الممثل ده يكون عنده قدرة رهيبة جدا وذكاء عاطفي رهيب جدا في عملية التمثيل، بالإضافة إلى الشخصية والكاريزما. ولازم وبرضو أحد العوامل اللي بتخلي الممثلين بشكل عام يعني يكونوا بيأدوا الدور بتاعهم على أكمل وجه، هو إيه؟ اختيار الممثل بالشكل المناسب بالطريقة المناسبة، وكل شخصيته لايقة على الدور. مثلا ما تختارليش مثلا ممثل بطل مثلا في تمثيليه كوميديه يكون هو ممثل عصبي مثلا، لان احنا عايزين ممثل يكون شكله مضحك، هيئته مضحكه، طريقته في الكلام مضحكه، طريقه تفكيره مضحكه، طريقه تمثيله بشكل عام مضحكه، وهكذا. فالتمثيل بشكل عام هي عمليه انعكاس واسقاط الواقع على هيئه ايه افلام ومسلسلات، او بشكل عام مسلسلات، يعني كلمه التمثيل بشكل عام كافلام ومسلسلات هي عمليه ايه اسقاط الواقع، عمليه اسقاط الواقع، الواقع على الافلام والمسلسلات. والعمليه برضو ايه دايره متكامله. يعني ايه؟ يعني الواقع بيعكس ايه، بيفرض وبيعكس بيعكس ايه اراءه ومذاهبه ومشاكله على على عالم التمثيل، والممثلين بيأدوا الدور ده في الواقع اللي واخدينه من الواقع. وبعد كده التمثيليه دي او المسلسل ده او الفيلم ده بيعكس الفيلم ده بينعكس على الواقع، يعني بيأثر في الواقع. يعني هي عمليه متبادله، فالواقع بيأثر في التمثيل في الفيلم او المسلسل اللي انت بتسمعه، الواقع يكون متأثر بيه. وكمان المسلسل والفيلم ده هو بيعكس الواقع، يعني بيقع على الواقع، بيأثر في الواقع، بيأثر في الواقع سواء بالإيجاب أو بالسلب، حسب القيم والمبادئ الأخلاقية والقيمية والدينية والفلسفية والفكرية والاجتماعية الموجودة في المسلسل أو الفيلم ده. تمام. أنا ممكن أعمل مسلسل واحد يكون مسلسل يأثر جدا على الواقع. في مسلسلات تراثية، يعني ده برضه مصطلح جديد انا بألفه، اسمه ايه، مسلسل تراثي او فيلم تراثي. يعني عمل درامي او سينمائي تراثي. يعني ايه عمل درامي او سينمائي تراثي؟ يعني ده عمل لا يمكن تتخلى عنه ابدا، مش تزهق ابدا منه كل ما تتفرج عليه. انت كمشاهد او مستمع، انت كنفسك انت مش هتزهق ابدا من الفرجه عليه، هتحبه جدا وتعشقه جدا جدا، وهتحب الفرجه عليه بشكل عام. تمام. ندي امثله مثلا واقعيه. لن اعيش في جلباب ابي، ده مسلسل تراثي، ده لا يمكن ان الواحد يسيبه ابدا، مهما يكن يتفرج عليه 1000 مرة يعيده تاني. كل مرة يتفرج عليه فيها بيطلع بيها بقيم جديدة وفلسفات جديدة وافكار جديدة. نفس الفكرة. في مثلا بالنسبة لي مسلسل بحبه جدا هو ايه، يتربى في عزه، بتاع الفنان يحيى الفخراني. ده مسلسل تراثي، مسلسل مؤثر جدا، مسلسل ما تزهقش ابدا منه، ومن القيم اللي فيه اللي جواه اللي هي محشوره جواه ومغلفه بغلاف كوميدي. يعني القيم دي مغلفه بغلاف كوميدي بشكل عام. في مسلسل بيتربى في عزه. وبالمناسبه هو شغال دلوقتي، يعني هو معروض دلوقتي في قناه دي ام بي سي دراما. فبشكل عام هو خلص، يعني هو خلص اخر حلقه النهارده يعني. المهم يعني ايه، بشكل عام المسلسلات اللي هي ايه مغلفه فيها قيم معينه وافكار معينه ومغلفه بغلاف كوميدي، دي مسلسلات هادفه جدا، ودي بترسخ في العقل اكتر بكتير من الايه من المسلسلات اللي هي بتديك رساله دايركت كده. يعني حتى كتاب السيناريو لما يجي يكتبوا السيناريو، لما يغلفوا السيناريو، لما يغلفوا الافكار بتاعتهم على هيئه ايه، مثلا فكره او قصه او حبكه او حتى كوميديا او ايا يكن. فبالاسلوب ده بيخلي الفكره ترسخ رسوخ الجبال في عقول المشاهدين والمستمعين طبعا، او في عقول المشاهدين، مفيش مستمعين في السينما وفي الدراما. تمام، نفس الفكره. طيب طبعا المسلسلات والافلام ليها دخل، يعني بتدخل دخل على ايه، على اصحابها. فالممثلين مثلا بيتقاضوا مرتبات شهريه
او مش شهريه يعني، مرتبات على حسب بالعمل. فبس عيب مهنه التمثيل هي ايه، مش زي مثلا مهنه الطب انك انت او الهندسه او الصيدله او ايا يكن المهنه اللي هي المهنه اللي فيها ايه رواتب ثابته. هي ميزتها بتاخد راتب كبير، يعني بتاخد بالمليون، ب 2 مليون، ب 3 مليون لو انت فنان من الدرجه الاولى، من الطبقه الاولى طبعا. لو انت فنان كومبارس بتاخد قليل طبعا، تمام. لكن بتكلم بشكل عام، عامه الممثلين بياخدوا ارقام فلكيه كبيره جدا. لكن عيبها ان هي ايه، على حسب العمل. يعني انت ممكن تنجح مثلا في عمل معين، او تاخد على فلوسك انت كممثل في عمل معين، تمام. لكن انت تقعد مثلا سنتين او 3 سنين في البيت بعد كده، ما تمثلش بعد كده ايه مسلسلات جديده. نفس الفكره. طيب الممثل برضه، احنا مفيش كلام، حياتنا كلها تمثيل. بس مش مقصودش التمثيل بالمعنى السلبي اللي هو ايه، النفاق والتلاعب. لكن لا، انا قصدي ايه، ان احنا بشكل عام لو انت خدت فلسفتك وغيرتها، انت كراجل مفكر وفيلسوف مثلا، لو انت خدت فلسفتك دي وغيرتها بشكل عام، لو انت غيرت فلسفتك تجاه الحياه، وقلت ان الحياه دي عباره عن مسرحيه كبيره جدا احنا بشكل عام عايشين فيها وبنمثل فيها ادوار. فانت ايه، فانت مثلا ساعات بتلعب دور البطوله، بعض الاحيان بتلعب دور البطوله، تكون عملت تحقق عمل معين، انجاز معين، عملت نجاح كبير، تفوقت على نفسك، طورت من ذاتك، ربيت ابنائك تربيه سليمه، نجحت في دراستك، او خلصت كتب معينه بتقراها، او انت لاعب كوره بتلعب لاعب كوره ناجح، او انت راجل دكتور ومهندس ناجحين في شغلكم، او انت او انت دكتور او مهندس ناجح في شغلك يعني، او انت بشكل عام انسان ناجح اجتماعيا، عندك اصدقاء كتير، وهكذا. نفس الفكره. فايه، فانت بشكل عام بتلعب دور البطوله في بعض الاحيان، وبتلعب دور الشر في بعض الاحيان برضه. ازاي الكلام ده؟ بتلعب دور الشر في المسلسل او الفيلم بتاع قصه حياتك، اكيد بتلعب دور الشر، او دور الايه، دور الضحيه، او دور الشر، او دور ان انت ايه، انسان عائل على مجتمعك، وانسان سلبي، وانسان وحش، وانسان اخلاقك وحشه، وانسان تعاملاتك صعبه، وانسان فقير، وانسان مريض، وانسان كذا، وانسان كذا. دي كلها ادوار في مسرحيه حياتك بشكل عام، وفي قصه حياتك بشكل عام. نفس الفكره. في برضو عندك ممكن تلعب دور الكومبارس، انك انت في مجتمعك انت ايه، صفر على الشمال، انت مالكش قيمه في المجتمع بتاعك، انت مجرد شخص ايه، وجودك زي عدمه. ده يرجع لايه، يرجع على حسب انت ايه، تكوينك الشخصي، وتكوينك الفكري، وتكوينك الفلسفي، وبشكل عام كل الحاجات دي بتلعب ايه، بتهيئك لانك انت تخش في المسرح الكبير بتاع ايه، بتاع فن التمثيل بتاع حياتك بشكل عام. وانت على حسب الظروف، يوم طالع ويوم نازل، وهكذا. فعايز اقول لك ايه، نرجع برضه لموضوعنا تاني، ان احنا عايزين نغير فلسفتنا تجاه الحياه، نقول عليها ان هي ايه، مسرحيه كبيره. مش مسرحيه بالمعنى السلبي، مسرحيه يعني حاجه كاذبه، او حاجه مش حقيقيه، او حاجه فيك. لا، ما اقصدش كده خالص. قصدي المسرحيه ان هي ايه، حاجه فن راقي، حاجه راقيه، حاجه ليها تذوق طعم، حاجه بتدوقها، انت بتتذوقها وبتدوقها، حاجه جميله، حاجه لذيذه، بتعيش حياتك كده وانت مبسوط مستمتع بادائك لقصه حياتك. وكمان انت بايدك يا باشا انك انت تغير ايه دورك ده. يعني انت، يعني مثلا عمرك شفت مثلا ان يحيى الفخراني، او ياسر جلال، او اي يكن من الممثلين يعني، او حتى بلاش كل دول، عندك اشهر مثال محمد رمضان ده، انا كانت وجهه نظري فيه في الاول ان هو ايه، هو ممثل ترند. يعني ايه ممثل ترند؟ يعني ايه، الكيرف بتاعه يبقى طالع 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 طالع، وبعد كده ينزل مره واحده وينتهي على كده. لكن محمد رمضان اثبت ان هو كفاءه في التمثيل، بغض النظر عن هو الايجو بتاعه عالي ومتكبر وكده، لكنه ايه بشكل عام اثبت كفاءه في التمثيل وفي الغنى بشكل عام. واغاني انا بحبها جدا، ومن فيها ايجو عالي، بس الايجو ده بيساعد في الثقه بالنفس وكده. يعني مش باخدها بمعنى التكبر، لكن باخدها بمعنى الثقه بالنفس. فعايز اقول لك محمد رمضان كنت فاكر ان هو يبقى ايه، ممثل ترند. يعني ايه، يعني يشتهر حاجه بسيطه فتره معينه، كده ايه، يعني ايه، بعد كده هينزل تحت، هو هيقع ويبقى مغموم بعد كده. لكن طلع العكس تماما. طلع ايه، طلع ان محمد رمضان ده متفوق على نفسه، وصل للنجوميه بسرعه شديده، في سن صغير وصل للنجوميه. وصل للنجوميه بتاعت عادل امام، او قرب منها في سن صغير. هو ما كملش حاجه و30 سنه على حد علمي يعني، تمام. نفس الفكره.
فمحمد رمضان والممثلين دول بشكل عام، وعادل امام وسمير غانم ودنيا سمير غانم وايمي سمير غانم وممثلين كتير، دول اكيد هما ليهم شخصيات معينه. يعني اكيد ايمي سمير غانم ليها شخصيه معينه، شخصيتها مثلا طيبه مثلا. اكيد دنيا سمير غانم ليها شخصيه معينه، شخصيتها مثلا متكبره، اقول مثلا، مش هاجمها يعني. اكيد مثلا محمد رمضان اكيد، وده منعكس على اغانيه طبعا، دي شخصيه معينه وهي متكبره وشايف نفسه. اكيد مثلا عادل امام له شخصيه معينه، ان هو ايه، شخصيه صامته هادئه. اكيد مثلا كل الممثلين دول في ارض الواقع لهم شخصيات ثابته، يعني دي اكتر شخصيات، يعني دي كل شخصيه ليها تشخيص. شخصيتك مثلا انطوائيه، شخصيتك اجتماعيه، شخصيتك قويه، شخصيتك صامته، شخصيتك نرجسيه، شخصيتك استغلاليه، شخصيتك. كل ممثل من دول في ارض الواقع، مش بتكلم على التمثيل دلوقتي، بتكلم على ارض الواقع، كل ممثل من دول ليهم شخصيه معينه، تمام. والشخصيه دي بيمسحوها كده، بيلبسوا ايه، بيلبسوا كده ايه، طاقية الإخفاء يلبسوها كده، والشخصية دي ايه، تختفي تماما. يعني الشخصية تختفي تماما، يظهر لك في المسلسل بشخصية تانية خالص. هي دي التمثيل، هي دي الموهبة. ايه تعريف التمثيل بالنسبة لك يا دكتور محمد حسن شتاين؟ انا مثلا نفسي، ايه تمثيل، ايه تعريف التمثيل او فن التمثيل؟ فن التمثيل هو فن راقي يعتمد على إخفاء العواطف والشخصية الحقيقية والفلسفة والفكر بتاع مين؟ بتاع الممثل، بتاع الممثل بشكل عام. ازاي الكلام ده؟ يعني يخفي عواطفه، ماشي عارفينها، يعني عاطفته مثلا عنده حزن زيادة، عنده اكتئاب، عنده سعادة رهيبة، عنده انسان رغاي، انسان صرصار، وهكذا. يقدر يخفي الحاجات دي، يخبيها ويظهر بشخصية تانية، خالص عاطفيا، او يظهر بشخصية تانية خالص فلسفيا. الفن هنا مقصود بيه ان ايه، ان انا اقدر العب، اظهر. معيار نجاح الفنان ايه؟ ان هو يظهر باكتر من شخصية على مدار مسيرته الفنية، يظهر باكتر من شخصية، الطيب والحاقد والذكي والمتفوق والعبقري والغبي والكوميدي واللي دمه تقيل والروبوت. يعني في مسلسل جديد فكرته عبقريه جديده جدا، اسمه ايه، روبوت في بيتنا، شغال كان شغال من الشهر اللي فات، يعني هو اخر حلقه كانت امبارح تقريبا. كان شغال ايه، كان شغال في الدي ام سي، اسمه روبوت في بيتنا، او في بيتنا روبوت. كان عمرو وهبه ممثل دور الروبوت، اسمه عمرو وهبه تقريبا، ممثل دور الروبوت بشكل احترافي. فبغض النظر، عايز اقول لك يعني ايه تعريف تعريف التمثيل بشكل عام. فن التمثيل هو فن يعتمد على اخفاء او اظهار العواطف، بكل انواع العواطف، وكل انواع الفلسفات، وكل انواع الشخصيات، وكل انواع الكاريزمات، وكل انواع الملابس، وكل انواع كل حاجه، وكل انواع التفاعل الاجتماعي مع المجتمع، مع الشخصيات الاجتماعيه التانيه، وفي ارض الواقع، وفي التعامل مع الزمان ومع المكان. يعني حتى التمثيل له اطار زماني وله اطار مكاني. التمثيل بشكل عام له اطار زماني وله اطار مكاني. يعني مثلا في تمثيليه اطارها الزماني زي زماننا مثلا، زي مثلا يتربى في عزه مثلا، اتعملت ايه في اطار زماني نفس الزمان اللي ظهرت فيه. تقريبا مسلسل اتعرض سنه 2009 تقريبا، 2007 2009 مش فاكر، تمام. فالمسلسل ده اطاره الزماني نفس اطار الزمان بتاع ايه، بتاع زمن العرض. في مسلسلات تانية تاريخيه، في مسلسلات تانية خيال علمي في المستقبل. يعني احنا بنسافر، احنا بالتمثيل ده بنسافر بيه عبر الزمن. التمثيل ده بشكل عام، فن التمثيل بنسافر بيه عبر الزمن، بنسافر بيه. وممثل بشكل عام لما بيتقمص الدور وبيعيش الدور. كيف بيعيش الدور هنا في مصر عندنا كمصر، كدولة مصرية عربية، كدولة مصرية أو دولة عربية يعني في مصر، بنسمي كلمة إيه، بنقول كده في مصطلح كده في وسط كلامنا الدارج: يا عم ما تعيش عليا الدور، ما تعيش الدور. يعني إيه، حتى المصطلح ده بيذم التمثيل، بيخلي التمثيل ده حاجة بالنسبة لي حاجة سلبية، مش حاجة إيجابية. شفت إزاي؟ فده شيء سلبي. أنا عايزك أنت تحب التمثيل.
ليه انت ما تعيش دور التمثيل ده؟ تقول ازاي؟ هو انا اقدر اغير شخصيتي؟ اه يا باشا، ده انت في زمن دلوقتي التمثيل ضروره. انت في زمن، انا بتكلم على ارض الواقع، مش بتكلم على التمثيل الفن، بتكلم على ارض الواقع. التمثيل ده ضروره لما تكون في مكان مختلف، في ارض مختلفه، ارض غير انت غريب عنها. لازم تكون صامت، لازم تكون هادي، تظهر بشخصيه عكس شخصيتك. لو انت انسان بتضحك وبتهزر ودي طبيعتك، لو انت داخل في ارض غريبه او ناس غرب هتقعد معاهم اول مره، ما ينفعش تظهر بالشخصيه دي مبدئيا كده. لازم تخفي شخصيتك بايه؟ بالصمت، بالهيبه، بالقوه، بالرزانه، بالهدوء، وهكذا. فاهم قصدي؟ ده اسمه تمثيل، بس مش تمثيل بمعنى السلبي، تمثيل بمعنى ايجابي. لازم العب، لازم ايه، يكون عندي وش ده. بص وشي مثلا ايه، مكشر غاضب اهو، بص انا غاضب، او حط ايدي على وشي كده تاني اهو مبتسم، او حط وشي على ايدي تاني ماسك فيس كده، او حط وشي على ايدي تاني واحد بيتاوب او حط ايدي على وشي تاني كده واحد مثلا بيفكر، وهكذا. عايز اقول لك ايه، العب كل الادوار. انت في زمن هنا لازم تلعب كل الادوار. ليه؟ لان انت في متغيرات اجتماعيه، مجتمع متغير، وكل مكان في نفس الزمن في اكتر من حاجه، في اكتر من ايه، من تصنيف، في اكتر من شكل، في اكتر من هيئه في المجتمع. في نفس الزمن، في نفس المكان، في اكتر من شخصيات، في اكتر من شخصيات مختلفه، في اكتر من انت عندك جنسين كمان، في ذكور وفي اناث. في التعامل مع ده مختلف عن التعامل مع دول، مختلف عن التعامل مع دول. ولو انت ذكر، فالتعامل مع الذكور اللي زيك مختلف عن التعامل مع الايه، مع الاناث. ولو انت انثى، فالتعامل مع الاناث اللي زيك مختلف عن التعامل مع الذكور، وهكذا. في الاطفال، وفي كبار السن او العواجيز، في الشباب، في الشباب المتقدمين، في الشباب المتاخرين. يعني في شباب الثلاثينات والاربعينات، دول شباب متقدمين. في شباب متاخرين او انا اسف، في شباب متقدمين، دول الشباب اللي 15 لحد ايه، لحد 30. وشباب متقدمين او متاخرين، دول من ال 30 لل 45. نفس الفكره. انا عايز يكون ايه، لازم يكون عندي ايه، فكر. وده ايه، وده ده المنطق بتاع العصر، منطق التمثيل. احنا في زمن التمثيل دلوقتي، ودي فلسفه انا ايه، باسس لها وبهيئ لها وبعمل لها ترويج. انك انت في زمن لازم تمثل، وما تثبتش على شخصيه واحده. دي وجهه نظري. ليه؟ انك انت ما تبقاش ايه، متوقع. لانك انت ايه، الشخص المتوقع ده التعبان بيلف حواليه كده كده كده، وفي الاخر ويلدغه في مكانه وهو ثابت. ليه؟ لان هو ثابت في مكانه ما بيتحركش. طيب، انا عايز يكون ليا فلسفه. يعني ايه؟ انا كممثل عايز يكون ليا فلسفه. احسن عقيده، ما بين قوسين، عقيده فنيه. دي مصطلح جديد انا بالفه برضه، اسمه ايه، العقيده الفنيه. ان انا يكون عندي عقيده فنيه. احسن عقيده فنيه هو ايه؟ انك انت تحط في دماغك انك انت بتبعت رساله، انك انت عندك رساله. على فكره الممثل ده انسان مهم جدا في المجتمع. غير موضوع القوة الناعمة ومش القوة الناعمة والكلام اللي احنا ايه، اللي احنا استهلكناه قبل كده الفترة اللي فاتت، اللي احنا عارفينه بشكل عام ان مصر فيها قوة ناعمة. من اقوى قوة الناعمة اللي عندها قوة التمثيل، غير قوة الكورة، غير قوة السياسة، غير قوة الفكر، غير قوة الثقافة، وهكذا. غير قوة صناع المحتوى حتى على ارض الواقع في الزمن بتاعنا الجديد ده، في القرن ال 21، في عشرينيات القرن ال 21، في 2023. القوة الناعمة بتاعتها هي أقوى قوة ناعمة دلوقتي. من أقوى قوة الناعمة اللي هي قوة صناعة المحتوى بشكل عام. دي حاجة جديدة يعني. دي حاجة وجهة نظري. أنا بحط لها إيه، معيار بشكل عام، إن هي دي قوة جديدة. يعني أنا كمحمد حسنشتاين، أنا بساهم في القوة الناعمة بتاعت بلدي مصر. نفس الفكرة. الدحيح نفس الكلام، أحمد الغندور نفس الكلام، أمين صبري نفس الكلام. مين تاني؟ عندك بقى ناس كتير، مش فاكر الاسامي بالظبط، لكن نفس الفكره. مش عايز اقول اسامي، ان في بعض الاشخاص كارهين بعض الشخصيات فيهم او حاقدين عليهم، لكن ما علينا. اللي عايز يحقد وعايز يكره. المهم، احنا في زمن التمثيل، لازم يكون عندك عقيده. كلمه عقيده، ايه الفرق بين التمثيل وبين العقيده؟ التمثيل ده شيء متغير. يعني انا ايه، التمثيل بمثل مثلا دور معين، انا بمثل دور معين مثلا، تمام.
فمثل مثلا دور البطل، او دور الغني، او دور القوي، او دور واثق من نفسه، او دور الباد بوي. مثلا الباد بوي ده مصطلح جديد مثلا طالع كده بين الشباب. باد بوي يعني واد البرنس في عين البنت، اسمه باد بوي. فمثلا بمثل دور الباد بوي على البنت اللي قدامي، عشان البنت اللي قدامي اوقعها في الفخ واخليها تحبني، وفي الاخر نرتبط ببعض مثلا. ده تفكير الشباب بشكل عام. فده كله محتاج تمثيل. هتقول طب التمثيل ده شيء سلبي مش ايجابي. هقول لك لا يا باشا، التمثيل ده شيء ايجابي، يعني نسبيا، مش 100%، لكن نسبيا. عيب التمثيل اللي هو في الجواز بالذات، محتاجين احنا منبقاش ممثلين على بعض، لازم نكون صرحاء، لازم نبين عيوبنا لبعض ونتقبلها من بعض، عشان ايه؟ نحب بعض، والحب يكون في ألفة اكتر، ما يبقاش في خداع. بس انا عايز افرق ما بين مصطلحين مهمين جدا، هو مصطلح الخداع او التلاعب، خلاص، وبين مصطلح التمثيل. طيب، وجهة نظري الشخصية، التمثيل هو ان انا اظهر لك جانب من جوانب شخصيتي. جانب من ايه؟ ركز على الكلمة دي، جوانب. كلمة جوانب دي جمع مش فرد. معنى كده ان شخصيتي فيها كذا جانب، مش جانب واحد. طيب، او اني اخلق جانب جديد من جوانب الشخصيه. يعني التمثيل ده بيساهم في خلق جانب جديد من جوانب الشخصيه. نفترض مثلا واحد شخصيته ضعيفه، عايز امثل انا اكون شخصيه قويه، صاحب هيبه، صاحب قوه، عندي قوه سيدنا عمر الخطاب في الشخصيه وفي الكاريزما في الاداء وفي الاسلوب مثلا. تمام؟ فمحتاج التمثيل، محتاج امثل. ليه؟ لما انا اجي امثل سوف اثقل هذه الموهبه. انا بالاسلوب ده هثقل الموهبه دي، او الايه، الحته بتاعت الشخصيه اللي انا عايز ايه اتقمصها دي. فلما اتقمص دور معين وتمثيل معين وشخصيه معينه، انا بكده هتقمص الدور ده وهصدقه، عقلي اللاواعي هيصدقه وهيحققه على ارض الواقع. هو فعلا هيكون كده فعلا. مجرد ايه تمثيلي مره، مرتين، 3 مرات، 10 مرات، 20 مره، هصدق ان انا قوي الشخصيه. فبالتالي هكون ايه، هكون قوي الشخصيه، هكون قوي الشخصيه بجد بقى. وتكون ايه يكون جانب اساسي من جوانب شخصيتي، والجانب الضعيف ده يروح ايه ويندثر. بينما بقى الخداع، ايه معنى الخداع؟ هو ان انا ايه بظهر لك ايه جانب من جوانب شخصيتي اللي مش موجوده. يعني بظهر لك ايه حاجه في شخصيتي مش موجوده، لكن زائد كمان اصطحاب النيه مع ذلك. يعني ايه؟ يعني انا نيتي مثلا جوه قلبي، جوه عقلي، ان انا ايه اكون قدامك ايه بظهر بشكل معين عشان اخدعك. دي نيتي. يبقى حاجتين، يبقى في ركنين من اركان الخداع. هو التمثيل ده جزء منه، يعني التمثيل ده يعتبر جزء من الخداع، بس الخداع مش جزء من التمثيل. فاهم قصدي؟ التمثيل زائد النيه السلبيه. يعني التمثيل السلبي، او ان انا بمثلك ان انا ايه في شخصيه مثلا نرجسيه او غلسه، او شخصيه غلسه، خلاص. زائد ان نيتي جوه قلبي، جوه عقلي، ان انا ايه اخدعك، وعايز اعمل فيك كده عشان اخدعك وعشان انصب عليك مثلا، سواء نصب معنوي او نصب مادي. ما كل التفاصيل دي بيستعملوها الناس النصابين، والناس اللي هم النصابين وكده، والناس اللي هم المخادعين والنصابين دول بيستعملوها في ايه في عمليه الايه ابتزاز الفكري وابتزاز العاطفي والنصب بشكل عام المادي. والضحايا بيقعوا في الفخ ده طبعا بسبب ايه؟ بسبب الشخصيه المتلونه زي الحربايه، من لون للون وهكذا. فالتمثيل بشكل عام، احنا في زمن التمثيل، والتمثيليات شغاله 24 ساعه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتلاحظ في التمثيليه او في المسلسل، اي يكن عمل درامي او سينمائي، بتلاقي ان التفاصيل اللي مش مهمه ما بتذكرش في المسلسل، ما بتجيش. يعني مثلا ما بيجيبلكش البطل بينام كل يوم، وبيصحى كل يوم، وبيشرب ايه وبياكل ايه كل يوم، وبينزل يروح فين كل يوم، وبيرجع منين كل يوم وهكذا. لا، بيبين لك بس التفاصيل المهمه في قصه الحياه. بينما تمثيلك انت في ارض الواقع مختلف. انت ايه هتعيش كل لحظه في لحظات حياتك بالتفصيل الممل هتعيشها. وبالتالي عمر المسلسل انت لو حسبت المسلسل 30 دقيقه في 30 حلقه، 30 دقيقه في 30 حلقه، يعني عندك 15 ساعه مسلسل.
لكن انت مسلسل حياتك ده عمره حوالي 70 سنه او 60 سنه حسب عمرك. يعني انت التمثيل كله بياخد تمثيلك بشكل عام، تمثيلك في المسلسل ده بيقعد عمرك كله بتمثل. ده لازم انت تكون في دماغك من الفلسفه دي، ان انا ايه، عايز امثل ادوار تليق بيا. انا بطل، انا مش كومبارس، انا مش شرير، انا بطل في الخير، انا بطل انسان ليا معنى وليا وجود وليا فلسفه وليا فكر وليا اداء وليا تدين وليا اخلاق وهكذا. فنفس الفكره. طب ايه اللي بيميز الممثل المحترف القوي عن الممثل الضعيف؟ ايه اللي بيميز الممثل المحترف اللي عارف هو بيعمل ايه كويس، زي هو بيمثل وكده، عن الممثل التعبان الضعيف؟ وجهة نظر شخصية، الأكبر ميزة في الممثلين الأقوياء المتينين اللي أصحاب الجذر العميق والفكر القوي القويم، هو إن المفكر، أنا آسف، هو إن الممثل بيقلدش حد، بيتقمصش دور حد، يعني مش بيقلد حد في الممثلين يعني. لكن على أرض الواقع لا، ممكن لازم يقلد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي أنا أسقط الكلام ده على أرض الواقع، إن أنت كشخص تعرف إيه مميزاتك وإيه عيوبك وايه الشخصيه اللي انت عايز تتقمصها. خلاص، الشخصيه مش الشخص. فرق بين الاثنين. يعني رغم ان كلمه شخصيه مشتقه لغويا وجذريا من كلمه شخص، لكن في فرق بين الاثنين، في فرق شاسع بين الاثنين. يعني انت ايه، تقمص الدور تقمص الشخصيه، لكن ما تتقمصش الشخص، ما تقلدش الشخص عشان شفته بيعمل كذا فانت تعمل زيه، عشان شفته بيحط كذا مثلا، او عشان شفتني مثلا بلبس طاقية صفراء وتيشيرت مكتوب عليه كالتشر ليجاسي مثلا، يعني تراث ثقافي. التيشيرت ده بحبه جدا على فكره، من التيشيرتات اللي بعشقها. في تيشيرت تاني عندي اسمه مكتوب عليه هنا انتليجنس، يعني ذكاء. بحب التيشيرتات دي جدا، بحب اشتريها وبلاقيها بالطلب يعني. المهم ايه، مثلا ما تروحش مثلا تقول لي ايه، انا عايز اكون ممثل بارع في مسرحيه الحياه بتاعتي، فهو قالد محمد حسنشتاين بما ان هو ناجح في صناعه المحتوى مثلا. هو مثلا هلبس طاقيه صفراء واجيب تيشيرت مكتوب عليه كالتشر ليجاسي، والتيشيرت ده لونه رمادي، والبس حظاظات باتمان زي محمد حسنشتاين، والبس الخاتم الاسود ده التنجستين، والبس الساعه سويتش دي، وهقلده وبكده هنجح زيه. لا، مستحيل. ولو نجحت هتبقى نجاح فيك، والناس تقفشك وانت تتكشف. ليه؟ لانك انت بتتقمص شخص. يعني عايز تتقمص شخصيه. يعني شوف انا شخصيتي عامله ازاي، لكن ما تتقمصش شخصي، ما تتقمصش مادياتي، مش التيشيرت ولا الدقن ولا الشكل ولا الطاقيه ولا الحظاظات ولا الخاتم ولا الساعه، لا، ولا الجسم. عايزك انت تتقمص الشخصيه. يعني الشخصيه دي عامله ايه، بتعمل ايه، او بشكل عام شخصيه في دماغك، مش شرط شخصيه شخص معين. يعني هي دي الفكره. بالاسلوب ده انت كده ايه، هتعرف ان انت ايه، تكون ممثل بارع على ارض مسرح الحياه بتاعك. انا في دماغي كذا نقطه عايز اتكلم فيها. يعني انا ممكن ايه، انا محضر حوالي يعني 7 او 8 نقط، ما قلتش فيهم غير 3 نقط بس. هحاول بقى ايه، المره الجايه ازود بقيه الكلام. بس انا يعني كان بستطرد عشان ايه، يعني طريقه قرايتي للكتب وكده طريقه تشعبيه، طريقه شجريه تشعبيه. فانا يعني الحمد لله يعني بلاقي الكلام ايه، بيجيب بعضه وكده. في نص الكلام بلاقي نفسي بطلع من موضوع لموضوع، بنتقل من موضوع لموضوع، فالكلام بيجيب بعضه كده، غير التحضير اللي بحضره قبل الفيديو. فبس يعني اعذروني ان كنت توهتكم او كده. لكن انا ايه، بشكل عام اتمنى اكون بينت لكم وجهه نظري بالكامل وبالتفصيل. بس طيب، الفيديو عدى نص ساعة، ماشي خلاص. كان معكم دكتور أو محمد حسنشتاين. أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله، وأتمنى إن الوجبة الفكرية دي والدسمة دي تكون عجبتكم، والسلام عليكم.